الفيديو ده هقول لك ازاي تجيب اول 1000 عميل باساليب تسويقيه مجربه ومضمونه. اقفل اي حاجه ممكن تشتتك دلوقتي وركز معايا الله يكرمك. اول حاجه، ما تعتمدش على الاعلانات من الاول. اكبر غلطه بيعملها الناس بيصرفوا فلوس على الاعلانات قبل ما يكون عندهم جمهور. الصح بقى انك تبدا تسويق اورجانيك مجاني علشان توفر فلوسك وتبني جمهور وفي. ازاي تعمل ده؟ استخدم السوشيال ميديا بقوه، انشر محتوى قيم عن مجالك على الفيسبوك وانستجرام وتيك توك ويوتيوب. ابني مجتمع حوالين البراند بتاعك، جروبات، لايفات، نقاشات. كل ما زادت الثقه زادت المبيعات. استخدم حاجه اسمها الورد اوف ماوس، توصيات. اطلب من اول العملاء اللي هيجوا لك انهم يرشحوك لغيرهم، وحفزهم بعروض خاصه. لما تبني ثقه وجمهور البيع هيكون سهل بعد كده. تاني حاجه، اشتغل على الاس اي او من اول يوم. عايز تجيب عملاء بدون ما تدفع فلوس؟ لازم تكون ظاهر في محركات البحث. ازاي؟ اعمل مدونه على الموقع بتاعك، اكتب فيها مقالات عن مشكلات عملائك المحتملين وحلولها. استخدم كلمات مفتاحيه قويه في المحتوى زي افضل طريقه لشراء منتجك او ازاي تختار الخدمه بتاعتك. ولو عندك متجر استخدم الاي سي او في صفحات المنتجات علشان الناس تلاقيها بسهوله، والنتيجه هتجيب ترافيك مجاني ومستمر من جوجل. ثالث حاجه، استخدم التسويق بالمؤثرين لكن بحذر. ممكن تدفع فلوس لانفلونسر وتتفاجئ ان النتيجه صفر مبيعات. السر، مش اي انفلونسر مناسب لمشروعك، لازم تختار صح. طب ازاي تختار الانفلونسر الصح؟ ما تختارش اصحاب المتابعين الكتير وخلاص. الاهم هو التفاعل الحقيقي مش العدد. جرب التعاون مع مايكرو انفلونسر عندهم مثلا من 10 ل 50 ألف متابع، جمهورهم بيكون أكثر ولاء ليهم. اتفق على نظام العمولة بدل الدفع المباشر، كده هتدفع بس لما تحقق مبيعات، وهتكون النتيجة إنك هتجيب مبيعات حقيقية بدون مخاطر كبيرة. رابع حاجة، ابني قائمة إيميلات قوية. عارف إن الإيميل ماركتينج واحد من أقوى وسائل التسويق؟ السر إنك تجمع إيميلات الناس المهتمة بمجالك وتفضل على تواصل معاهم بشكل دايم. طب إزاي تبني قائمة إيميلات؟ يعني اعمل هدية زي الليد ماجنت، كتاب إلكتروني، كود خاص، كورس مجاني مقابل الايميل. ابعت نشرات بريديه كل اسبوع، نيوزليتر بمحتوى قيم وعروض خاصه، والنتيجه هتكون ان كل ما قائمتك بتكبر كل ما مبيعاتك كمان هتكبر بدون ما تدفع فلوس زياده. خامس حاجه، اعمل برنامج للولاء يكسبك عملاء مدى الحياه. ما تخليش العميل يشتري منك مره واحده ويمشي، لازم تخليه يرجع تاني. ازاي تعمل برنامج ولاء ناجح؟ قدم خصومات خاصه للعملاء اللي بيشتروا منك اكتر من مره. اعمل نظام نقاط، كل ما العميل يشتري منك يجمع نقاط يستبدلها بعروض. استخدم الكوبونات الشخصيه علشان العميل يحس انه مميز، والنتيجه هتكون ان العملاء هيحبوا يتعاملوا معاك باستمرار، وده هيخلي مشروعك يكبر بسرعه. اول 1000 عميل هم اصعب خطوه في رحلتك، لكن لما توصل لهم النجاح هيبقى مجرد مساله وقت. قول لي بقى في الكومنتات ايه اكتر تحدي بتواجهه في تسويق مشروعك الاونلاين دلوقتي، وهرد عليك بافضل حل.